ابشرك ابو عيسى، بس اول وين حلاوتي؟ تفضل قول. 1,000,000 ريال، هذا الربح من مناقصة الخشب. الله يبشرك بالخير، وحلاوتك راح توصل لك ان شاء الله. اجل اسمع الثاني. العاب يقول لك في نصراوي نايم وحلمان انهم ماخذين بطوله. حلو. جلس قام قال الله يلعني لهم مره ثانيه. ايه هذه اللي كانت زينه، ما بتسهل، شكلك خلت ابو فاضل ولا شو تقول يا ابو عيسى؟ اي عدا ابو علي، ابو عيسى ما هو حالك، قاعد يفكر في هالمليون اللي ربحها وين يقضيها. اوه حصل علينا، حتى 50,000 ريال ما نحلم فيها. لا الله يبارك لك فيها، تستاهلها. يلا عنكم شباب. ابو علي ما تلاحظ على ابو عيسى هاليومين شيء؟ مثل شنو؟ يعني احس انه مو على وضعه، مو مثل اول ما تزوج. لا شو الوضع عايده؟ يقول شكله يفكر في المليون. الله لا أعلم. بابا دلفيني. دلفك يلا. لازم اول نسوي سلام حق عمو عيسى. اسمع يا ابو محمد، لا الدين ولا العقل يسمح بهالشيء. ايه انا وياك. انت تظن وين الناس مثل اول؟ النبي الاعظم قال ان الناس راح تكفر بنعم الله عليها. ايه ما عليه، بس الاسلام رباني، وهاي التربيه والاخلاق مو تربيه الاسلام، تربيه شوارع. ولا شو رايك يا ابو فاضل؟ عاد كلامك يا ابو علي، وانذر عشيرتك الاغربين. لو كل واحد يشتغل في اصلاح بيته لاصبح الفساد بحبره ضيقه الين ان نندفع. هلا والله، اجاكم ابو عيسى. هلا. السلام عليكم شباب. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله ابو عيسى. تفضل. استريح. حياك الله ابو عيسى. يا جيلان ايوه كيف حالك اليوم؟ كويس؟ كويس. انا شويه فلوس شويه مرتاح. انت واجد فلوس واجد مرتاح. كل نفر واجد فلوس واجد مرتاح. شويه فلوس شويه مرتاح. والله انك صادق يا جيلان. لو جاب على رب المناقصة بعد. اي صحيح، مش عليك يا ابو عيسى، بس اصرحك مو مرتاح. يا بنيتي، الكل يظن بأن الراحة بالفلوس، يفداش كل ما أملكه بس تكوني بصحة وسلامة. لكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله.